هي يهودية ولا مسيحية؟ كانت جاسوسة ما كانتش جاسوسة؟ اتقتلت ازاي، عن عمد ولا حادثة عادية؟ كل ده هتعرفه النهاردة مع ليليان فيكتور ليفي كوهين. طبعا باين من الاسم هي منين اساسا او ديانتها ايه يعني. اتولدت ديسمبر 1919، ممثلة مصرية طبعا من اصول يهودية، وقلنا اسمها الحقيقي، وتعتبر من الممثلات النجمات بقى اللي هي قدام قوي في تاريخ السينما المصرية. بدأت في بداية الاربعينات، شوف هي مولود 19 ويعني الاربعينات يعني كان عندها حاجة و20 سنة، وعملت شهرة كبيرة جدا. طب مين اللي اكتشفها؟ هقول لك مين اللي اكتشفها طبعا. طيب بالنسبة لموضوع المخابرات والكلام اللي احنا قلنا عليه ده هتعرفه برضه. علاقتها بالملك فاروق برضه لسه هتعرفه. اول حاجة امها مسيحية كاثوليكية مصرية من اصول ايطالية. اسم والدتها ايه؟ اولجا لويس ابانور او ابنور، واللي طبعا حملت فيها للاسف من علاقة غير شرعية. ويعني اتقال بقى مين هو ابو كاميليا الحقيقي، فالناس قالوا هو مهندس فرنسي كان شغال في قناة السويس، وناس تانية قالت ان والدها كان تاجر ايطالي هرب ورجع لبلده بعد ما خسر فلوس كتير في مصر. بعدين بقى اخر حاجة خلاص بتقول ان والدها مسيحي مات بعد ولادتها بايام عشان يتبناها واحد سائغ يوناني، يعني بتاع مجوهرات وكده يوناني، اسمه فيكتور ليفي كوهين، وده ساري يهودي طبعا. بعد كده اصبحت بتحمل هذا الاسم عشان تبقى مسيحية الديانة لكنها يهودية على الورق. والدتها عمدتها كمسيحية، ونشأت في حي اسمه الأزاريطة في اسكندرية، وطبعا كده كان حي شعبي وقتها. طبعا حاليا حي الأزاريطة ده في مناطق مش شعبية خالص دلوقتي. ونشأتها الفقيرة دي هي وأمها يعني خلتها يعني تعيش بشكل أقل من المتوسط. ووالدتها كان معاها بنسيون صغير كده كانوا بيصرفوا من الإيرادات بتاعتهم. بقى في سن المراهقة اكتشفها مين؟ المخرج أحمد سالم، اتكلمنا عنه في حلقة كاملة لوحده قبل كده، ممكن نسيب لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو. وعندها 17 سنة، واعجب بيها جدا بمجرد رؤيتها للمرة الأولى، وعلى طول قال لها ممكن تبقي ممثلة ونجمة كبيرة إلى آخره. خصص لها اساتذه كتير بقى، استاذ يعلمها الاتيكيت، واختار لها اسم فني طبعا اللي هو اسم كاميليا. وبعد وقت، عشان اسم ليليان طبعا اسم صعب جدا، بعد فتره كبيره بدات تبقى نجمه سينمائيه. لكنها طبعا زي اي حد بيكتشف واحده وكده بيفتكر ان هي خلاص بقى هتبقى تبعه طول الوقت، لكنها بتخلع منه وبتبدا تشق طريقها لوحدها. طبعا كانت عملت علاقات اجتماعيه قويه جدا مع يوسف وهبي ويعني ناس كتير جدا، وضمها حتى يوسف وهبي الفيلم القناع الاحمر. سنه 46 تحديدا احمد سالم بقى وهي عندها 17 سنه كده، وفي احد المناسبات العامه قال لها بس انت هتبقي النجمه الكبيره بتاعتنا اللي جايه. دربها بقى في الاتيكيت زي ما قلنا والتمثيل والرقص على ايد مدربين جامدين جدا، وتبدا بقى حياتها الفنيه. وعرضت طبعا والدتها الموضوع ده بشده في الاول، لكن والدتها طبعا ما قدرتش تقف قدام رغبة كاميليا في انها تبقى نجمة كبيرة جدا. كانت اللهجة بتاعت كاميليا في الاول ما هيش لهجة مصرية خالص، يعني تحس ان فيها لكنة اجنبي كده، لكن اتعلمت طبعا اللغة العربية. وبعدين لما راحت بقى ليوسف وهبي يعلمها في المسرح طبعا اللغة العربية اكتر بكتير. في فيلم القناع الاحمر بدأت تطلع بقى كاميليا بسرعة الصاروخ، والصحافة ربطت بينها وبين رشدي أباظة اشاعات قوية جدا عن علاقة غرامية بينهم. تطور الامر الى اعجاب الملك كمان بيها، وبدأ يحصل مشاكل كتير جدا، وبدأ يتقال ده على اغلفة المجلات. ويعني جرايد كتير جدا بدأت تخاف من كاميليا نفسها، لان كله قال لك بس دي حبيبة الملك، فكله بدأ يخاف منها وكله بيحاول ينجمها ويزود شهرتها عشان يمكن الملك يتبسط يعني من الموضوع ده. الشهرة بتاعتها بقت قوية جدا جدا جدا، فبالذات بعد موضوع الملك ده، واتطور الموضوع اكتر واكتر لحد بقى ما بتحصل الحرب العربية الإسرائيلية سنة 48. ويعني بيحصل ان يتم احتلال فلسطين وتقسيمها، ويدخل في حياتنا حاجة جديدة جدا عن فكرة الجاسوسية. ايه الجاسوسية دي؟ لا ده ممكن في ناس كتير تبقى جواسيس. الموضوع ده ما كانش منتشر او موجود وقتها في الساحة يعني، او يعني مفترض ان ممكن يبقى في جاسوس وكده غير بعد الحرب دي. فبدأت الدنيا كلها تبدأ تقلق من الأجانب اللي موجودين في مصر. ونظرا للوضع الديني المعقد لكاميليا اللي بتحمل اسم يهودي وديانة مسيحية، شائعات قوية جدا جدا حول كونها طبعا، مع وجود أخبار قوية إن الملك فاروق نفسه متضايق من موضوع رشدي أباظة لأن هو بينافسه
في موضوع كاميليا. وبتنتهي القصة اللي احنا عارفينها طبعا بحادثة موتها في انفجار طيارة أودى بحياتها سنة 1950، وده خلى فيه غموض جامد جدا. طبعا هتقول لي احنا وصلنا لوفاتها بالسرعة دي ازاي؟ هي لسه الحلقة بتاعت السيرة الذاتية، لكن هقول لك ان وفاتها نفسها فتحت أقاويل كتيرة جدا. منها ناس بتقول ان احمد سالم نفسه كان متهم في حاجة زي كده، قلت لك في حلقة احمد سالم، وطبعا استبعدنا ده تماما، لان احمد سالم ما هوش، رغم ان هو كان طيار قبل كده، لكن برضه مش هتوصل لفكره انه يحطم الطياره او الرحله رقم 903 زي ما حصل يعني. توفت هي في ظروف غامضه جدا 31 اغسطس 1950. سقطت اول طياره مدنيه مصريه وهي الطياره ستار اوف ماريلاند، رحله 1900 رحله 903 في الساعه 4 فجرا بالقرب من محافظه البحيره. اتكلمنا قبل كده وقلنا ان انيس منصور كتب قبل كده في مقاله ليه ان يعني بدل التذكره بتاعته مع كاميليا، وكان هو اصلا اللي طلع على الرحله دي. يعني برضو فكره تدبير الحادثه ما هياش معروفه، لان مش هي المفروض انها تطلع اصلا، هو بدل معاها التيكت. عموما الطياره دي كانت رايحه على روما، وكانت يعني الطياره دي على متنها 48 شخص، من بينهم كاميليا اللي عثروا على جثتها نص متفحمه في الرمال الصحراء. اتقال وقتها ان الفنانه كاميليا وارتباطها بالملك فاروق او علاقتها باجهزه استخبارات معاديه لمصر وقتها، وان الحادث كان بتدبير الملك فاروق نفسه، نظرا لارتباط كاميليا طبعا بالاجهزه الامنيه اللي هي معاديه لمصر. واتنقلت اخبارها كتيره جدا جدا يعني في العالم كله وقتها، بس انا استبعد الكلام ده. الملك فاروق ما تهيأليش انه ممكن يموت 48 واحد عشان يموت واحد، ما كان ممكن يموتها لوحدها، وكان متاح ليه يعني، ده راجل كان ملك مصر وقتها وكان يعرف ناس في روما يعني. فايه الفكره انه يموت 48 شخص عشان يموتها هي؟ هي عملت افلام كتيره جدا، القناع الاحمر والكل يغني وفتنه وخيال امراه والروح والجسد وروح هائمه الستات كده، كل ده بص خلال سنتين اللي اتشهرت فيهم ولا حاجه يعني. تم اكتشافها 46 وتوفت 50. تمام. شوف كل في كام فيلم بقى يعني. سنة 47 عملت فيلمين، 48 عملت 3، سنة 49 بقى عملت حوالي كام فيلم؟ عندك أرواح هائمة والستات كده وولدي والقاتلة ونص الليل وصاحبة الملاليم وشارع البهلوان، 7 أفلام. في الخمسينات امرأة من نار، ده السنة اللي ماتت فيها، امرأة من نار والعقل زينة وبابا عريس والمليونير وقمر 14، كدبة، آخر كدبة وطريق القاهرة، يعني 7 أفلام برضو كانت بتعمل ب7 أفلام. مسرحية عملت مسرحية واحدة، خطف مراتي. شوف كل ده وهي ما اتشهرتش كتير. الجواز بقى اتقال برضو ان اتجوزت باحمد سالم، وبعدين قالوا لا ده رشدي اباظة، بعدين قالوا الملك فاروق. طبعا لكن دي كلها مفيش اي ادله عليها، ويعني كلها علاقات ما اتقالش ان خلاص اكيد في زواج، وطبعا ما انجبتش خالص واتوفت وهي في قمه مجدها. وبصراحه انا ما كنتش شايفها ممثله قويه، ولا كنت شايف انها بالجمال اللي يخلي كل الناس دي تلهس وراءها يعني. دي كانت حلقتنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه، تفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. في وصف الفيديو هتلاقي حلقات السيره الذاتيه لفنانين كتير جدا وحلقات فنان منسي، وهتلاقي كل المحتوى بتاعنا على الميديا، فيسبوك، تويتر، تيك توك، انستا، كل ده هتلاقي اللينكات بتاعته في وصف الفيديو برضه. وانتظرنا الحلقه الجايه.